امه انقذته من المسخرة ورجعت له هيبته قدام فريقه والجمهور. هذا اللي صار لهاري ماغواير اللي فجأة صار مسخرة للكل بعد ما كان كابتن مانشستر يونايتد واغلى مدافع بالتاريخ، لدرجة انه انشالت منه شارة القيادة وصار احتياطي. ماغواير طلع وحكى عن هاي الفترة الصعبة وعن أسوأ مكان وصل له اللي هو ب 2023 لما لعب مع منتخب انجلترا وسجل جول بحاله قدام اسكتلندا، والجماهير ما رحموه، مسخروا عليه بشكل مرعب، والانتقادات صارت شخصية ومو بس على الأداء، وصار الكل يستهزئ فيه على السوشيال ميديا. أوبا ماغواير. والوضع وصل لدرجة انه امه تدخلت بنفسها وهاجمت الناس بسبب الهجوم عليه ووصفته بانه تجاوز كل الحدود، مع انه ماغواير بنفسه منعها، بس قلب الام ما استحمل. وهون ماغواير قرر ما يهرب، ضل بالنادي وآتر على مكانه، وبعد فترة رجع واحد من افضل المدافعين بالفريق ورجع مكانه حتى مع المنتخب، لدرجة انه اجاه فرصة ليلعب مع ميسي بس فضل يكمل ويرد الجميل للنادي. وعلى فكرة الكرة فيها كتير امهات زي ام ماغواير طلع اولادهم من الضياع وبنوا مسيرتهم وكانوا سر نجاحهم. عندك اشرف حكيمي اللي شفناه بالمونديال كيف كان يروح دغري لامه بالمدرجات بعد المباراة، ومو بس هو، كل منتخب المغرب تقريبا. او كريستيانو اللي امه دايما بتدعمه ومعاه بكل لحظة مهمة. فبالاخير قصة ماغواير بتورجينا انه ورا كل لاعب ناجح ام قوية بتدعمه.